السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم عجينة البيتزا زي المطاعم بالظبط. يعني عجينة هتعتمديها في كل بيتزاية انت هتعمليها، مقادير مظبوطة في 100%. هتعمليها وانت مطمنة ان شاء الله. بس تابعيني ويا ريت ما تنسنيش في اللايك والاشتراك. هنبدأ في وصفتنا. اول حاجة معايا معلقة من الخميرة فورية، معلقة كبيرة، مع معلقتين من السكر، مع كوباية وربع من المية. المية بقى تبقى من الحنفية او تبقى دافية حاجة بسيطة. اهم حاجة ما تبقاش سخنة علشان الخميرة تتفاعل مع السكر. معانا بقى ربع كوباية من الزيت. عايزة تحطي زيت زيتون اوكي، عايزة تحطي زيت عادي هتحطي يعني حسب المتوفر عندك. المطاعم بره طبعا مش هيحطولك زيت زيتون، بس هو زيت الزيتون بيبقى طعمه جميل قوي في البيتزا. هنقلب بقى المكونات دي كده كويس مع بعض علشان تتفاعل الخميرة معاها. وهيبقى معايا نص كيلو من الدقيق. الدقيق مش نخلاه ولا حاجة، عادي، بس يكون نوعية كويسة، مع ربع معلقة صغيرة كده من الملح. بس كده. وهنقلب بقى المقادير دي كلها كده مع بعض علشان نبدأ نعجن. بقلبها بس بداري الدقيق بالمعلقة كده، وبعد كده بقى بخش بإيدي على طول. هتدعكيها بقى كويس جدا علشان تطلع معاكي الملمس بتاعها ناعم وكويس. بنلم كده من تحت لفوق علشان الدقيق كله يتداري معاكي لحد ما الدقيق كله يختفي في قلب المية. انت مش هتحتاجي اكتر من كوباية وربع. احتاجتي بيبقى حسب بقى نوعية الدقيق معاكي. يعني انت نزلي كوباية وربع، بس ما تنزليش الربع المية ده كله لما تشوفي العجينة بتاعتك. انا عايزاها تبقى خفيفة كده، عايزاها تبقى ملزقة شوية. يعني بصوا ملزقة شوية علشان ما تبقاش مكتومة، يعني انا عايزاها خفيفة. بعد ما تعجنيها كويس جدا، يعني انا مسرعة في الفيديو، هتعجنيها حوالي 10 دقايق ربع ساعة كويس جدا. بعد كده بقى هندهن الطبق بتاعنا برشة من الزيت بسيطة، وبرده من فوقيها كده رشة من الزيت بسيطة جدا، واغطيها بقى. اهم حاجة احطها في مكان دافي علشان تخمر فيه. بصوا بقى النتيجة ما شاء الله، يعني ما خدتش نص ساعة وبقت بالمنظر ده. عجينة هشة جدا، قطنية جدا، تقدري نص كيلو تعملي منه 3 بيتزايات كبار حلوين. هيعملوا لك 3 بيتزايات ممتازين جدا. العجينة ممتازة جدا وهشة وزي القطن. مع السلامة.